السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناه مروان الاهلاوي نيوز. والنهارده هنتكلم عن ما فعله كابتن محمد رمضان مدير الكره والمدير الرياضي بالنادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي. طيب حد يقول لي هم عملوا الاثنين دول من 20 طلعت هتكلم عنهم في فيديو كامل. هقول له الاثنين دول امبارح بعد الماتش الاهلي وشباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا، الجماهير بتنده على اللعيبه عشان تروح له بعد ما عملوا شوط تاني للتاريخ وقلبوا الماتش من 1-1. في الشوط التاني قلبوا الماتش من 1-1 لنتيجة 6-1 وعملوا شوط تاني للتاريخ. مفيش أي كلام عن كده، مفيش أي حاجة تقلل من اللي هم عملوه في الشوط التاني. عشان كده الجماهير بتندههم عشان تشجعهم وتحييهم على اللي هم عملوه. فالمفروض اللعيبة رقم واحد إن هي تعمل إيه؟ تروح للجمهور وتحييهم وتعتذر لهم عن التأثير اللي هم أثروه في الماتش اللي قبله اللي هو ماتش باتشوكا. طيب اللعيبه ما راحتش. طيب لما جينا ندور ايه السبب ان اللعيبه اللي ما راحتش، لقينا ان السبب ان الاستاذ محمد رمضان مدير الكره بالنادي الاهلي او مدير الرياضي بالنادي الاهلي والاستاذ محمود كهربا لاعب النادي الاهلي بيقولوا للعيبه لا ما نروحش ويلا نخش جوه على اوضه اللبس. طيب تعالوا نرد على واحد واحد فيهم. انت يا كابتن محمد رمضان، هل انت ده المفروض ان انت تعمله كمدير رياضي بالنادي الاهلي او مدير كره بالنادي الاهلي؟ ابدا. انت المفروض انت اول واحد حتى لو الجماهير ما ندهتش اللي تلم اللعيبه وتقول لهم يلا يا جماعه نروح للجمهور. لان اللي الجمهور عمله في الماتش ده هو السبب الاول اللي كسبنا. فيلا نروح للجمهور نحييه ونعتذر له على اللي احنا عملناه في ماتش باتشوكا الماتش اللي قبل ده اللي انت المفروض تعمله يا كابتن محمد رمضان، مش ان انت تروح للعيبه وتقول لهم لا ما خشوا على اوضه اللبس جوه وما تروحش للجمهور. وده لو كان اي حد مكانك من الاتنين اللي كانوا ماسكين المنصب ده قبلك، سواء كابتن خالد بيبو او سواء كابتن سيد عبد الحفيظ، كانوا هم اصلا لموا اللعيبه حتى لو الجمهور ما ندهش وقالوا لهم يلا يا جماعه نروح للجمهور ده، عشان الجمهور ده هو السبب رقم واحد في ان احنا نكسب الماتش ده. وبعديه حضراتكم طبعا السبب رقم واحد ربنا وبعديه الجمهور وبعد كده حضراتكم. فده اللي كان المفروض محمد رمضان يروح يقوله للعيبه وهو اللي يودي اللعيبه للجمهور. طيب كده احنا خلصنا كلام عن محمد رمضان او كابتن محمد رمضان مدير الكرة والمدير الرياضي من النادي الاهلي. طيب تعالوا نتكلم بقى عن الاستاذ محمود عبد المنعم كهربا. مين حضرتك يا محمود يا عبد المنعم كهربا عشان تقول للجماهير ما تروحش؟ انت ولا واحد من من الكباتن بتوع النادي الاهلي ولا واحد من اللعيبه اللي ليها لازمه اصلا في الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي. انت واحد اصلا لولا ان اسامه ابو علي ملوش بديل انت كان زمانك اتبعت. فانت لازم تعرف ان دي قيمتك، ان انت واحد لولا ان اسامه ابو علي ملوش بديل ده اللي مقعدك في النادي الاهلي، لكن انت غير كده انت مالكش قيمه مالكش لازمه. وانت المفروض اول واحد تروح للعيبه تروح للجمهور تعتذر لهم بعد الماتش على اللي انت عملته الماتش اللي فات، لان انت اكتر واحد مؤثر الماتش اللي فات. يعني اللعيبه كلها على فكره ما اثرتش الماتش اللي فات، اللعيبه كلها عملت اللي عليها ما عدا حضرتك. فانت المفروض اول واحد تروح للعيبه، اول واحد عفوا تروح للجمهور تعتذر لهم. انت المفروض اصلا تروح للجمهور قبل الماتش وبعد الماتش تعتذر لهم عن اللي انت عملته الماتش بتاع باتشوكا وعن الاستهتار اللي انت نزلت بيه الماتش بتاع باتشوكا وعن الاستهتار اللي انت لعبت بيه الكوره الحاسمه في ماتش باتشوكا وضربه الجزاء الحاسمه في ماتش باتشوكا. مش انت اللي تقول للعيبه ما تروحش. وزي ما بقول لك تاني يا كهرباء، فوق لنفسك، انت اصلا مالكش لازمه. ففوق لنفسك يا كهرباء. وبقول لك يا كهرباء انت بعد الموقف ده انت لازم تمشي عن النادي الاهلي، انت مالكش مكان في النادي الاهلي. حتى انا اسف يا محمود يا كهرباء، لو واحد من الجمهور هينزل يلعب مكانك كمهاجم برضه انت مالكش مكان في النادي الاهلي. حتى لو ما فيش بالبديل لاسامه ابو علي برضه انت مالكش مكان في النادي الاهلي. امشي